لي فورماسيون واللي شيما تكتيك وغيره. تعرف عفاف انه الدول المغرب معناها شمال افريقيا الكل دخلوا معناها من غير الفيزا من غير التاشيره. لكن اليوم في قرار قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه القنصليه العامه المملكه المغربيه اللي في تونس تعلن رسميا انه الدخول الى المملكه المغربيه محمود باش يكون بالتاشيره الالكترونيه من بطبيعه كوب دافريك من 21 ديسمبر ل 18 جانفي. تقول انه السلطات المغربيه اعتمدت بشكل استثنائي ومؤقت التاشيره الالكترونيه على مواطني الدول المعفيه من تاشيره الدخول الى المغرب، ويشمل هذا الاجراء المؤقت مواطنو الجمهوريه التونسيه الشقيقه باش يبدا العمل به من 25 سبتمبر. دونك راهو التوانسه اللي باش يمشيو للمغرب ابارتير من 25 سبتمبر يلزم يكون عندهم الفيزا الكترونيك حتىش ل 25 جانفي 2026. يقول انه على الاشقاء التوانسه اللي يرغبوا في حضور مقابلات كاس الامم الافريقيه طلب التاشيره الالكترونيه عن طريق اون ابليكاسيون سماوها يلا كيما هي اللي كانت في يلا كيما اللي كانت في قطر هي معناها نتاع الكوب دي موند الاخرانيه وحتى لي كومبيتيسيون الكل مش كان في الكوب دي موند كهو. دونك ابليكاسيون اسمها يلا وعدت خصيصا للتظاهر الرياضيه من طرف الجامعه الملكيه المغربيه بالنسبه لطلبات الدخول من اجل السياحه الاعمال والى الزيارات العائليه وغيرها. يتوجب على اصحابها انه ايداع الطلبات نتاعهم قبل 96 ساعه من تاريخ الدخول عن طريق الموقع الالكتروني www.accesmaroc.ma. دونك الاجراء هذا يستثني كما نقولوا مؤقتا هما اصحاب جوازات سفاره دبلوماسيه خدمه خاصه والرسميه المقيمين في المغرب بشكل قانوني وعندهم بطاقه اقامه ساريه المفعول، العابرون للمطارات المغربيه صفه ترانزيت من غير الدخول التراب المغربي، المتزوجين ولا المتزوجات من حاملي الجنسيه المغربيه ويلزم يكون عندهم كما نقولوا هما رابطه للزواج ما يثبت، وعندك البالغون من العمر 55 سنه فيما فوق. الاجراء هذا لقى مؤيد ومعارض محمود هو نجموا نحلقوا في بيان سور حب رايك انت جوست العباد باش نبداو فاهمين ترانزيت راهو تعدى كيما قبل. مش اخرى انا حسيت انهم حبوا يفرزوا شكون اللي جاي سياحه على روحه وشكون اللي جاي للكوره. ما حسيتش فيه مشكل سيرتو انه في السطر فما واحد من الاسره في الاخر يقول لك العباد اللي فوق 55 سنه ما تشملهمش الحكايه والموضوع هذا من اصله. فما حسيتش فيها تنومير دبلوماسي خاطر برشا نوع نتاع التجهيز وكل شيء. ما نشوفش بوغ لو مومون حتى توا ما نشوفش انه فما مشكل في الموضوع. بلد شقيق حاب يعمل تنظيم معين. نجموا نحن في تونس زاد القدام تكون عندنا تظاهرة رياضية ولا إقليمية ولا ثقافية زاد نعملوا تنظيم من النوع ذا. ماهيش حاجة الحقيقة. تحس في الكوميونيكي محمود قاعدوا يعاودوا في كلمة الإجراء الاستثنائي ولا